بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن حدث الهجرة النبوية هو أحد الأحداث العظيمة والمهمة في تاريخ الإسلام، ونظرا لهذه الأهمية قد خلده القرآن الكريم في ثنايا آياته وسوره في مواضع كثيرة ومتفرقة من هذا الكتاب المجيد. والهجرة كحدث تاريخي تدلنا على أن للتاريخ أهمية في بناء الحضارات، في بناء الأمم، في بناء الإنسان. والقرآن الكريم إذ يسجل هذا الحدث فهو يدلنا على هذه الأهمية، لأن التاريخ يبقى، وإن كان مجرد أحداث متسلسلة متعاقبة، لكن يبقى درسا للبناء وللاعتبار. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى بهذا الصدد: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا الهجرة هو درس للتعلم، درس للبناء، درس للاهتداء، درس للاعتبار. وانطلاقا من هذا ينبغي أن نتعامل مع حدث الهجرة كباقي الأحداث التاريخية في الإسلام على هذا الأساس، حتى نقف من خلال ذلك على كيفية بناء الأمة من خلال هذه الأحداث، كيف بني الإسلام، وكيف كانت مسيرة هذا الدين، وكيف بني الإسلام أو الإنسان بهذا الدين من خلال هذه الأحداث التي مرت في تاريخ الإسلام. الهجرة النبوية كانت بأمر من الله تبارك وتعالى، وهي تجسد حالة من التبني والاعتقاد لقضية الإسلام الكبرى، لقضية الرسالة. فالذين هاجروا على رأسهم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يحملون هم هذا الدين، يسافرون به، يهاجرون به، يخرجون به من مكة إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى وقتها يثرب. هم لا يحملون شيئا من مصالحهم ولا من حاجاتهم ولا من غرائزهم، بل كانت الأمور كلها على حساب هذه المصالح وعلى حساب هذه الغرائز. فإذا كانوا يحملون قضية كبرى هي قضية هذا الدين وقضية هذه الرسالة الخاتمة، وهذا ما يعني أن أصحابها كانوا رساليين، وهذا أول درس، ولا يعني ذلك أنه مجرد درس من الدروس، بل أهم الدروس التي ينبغي للإنسان أن يكون على انتباه جيد لأهميتها. فقضية التبني للقضايا الكبرى وحمل الهموم الكبرى في الحياة هي شيء يتماهى مع حقيقة الإنسان الذي لا يليق به إلا مثل هذا، حتى لا يكون غرائزيا، حتى لا يكون يعيش لمصالحه ولحاجاته البيولوجية، وإنما يكون عيشه وحياته وهدفه في الحياة هو لمثل هذه القضايا الرسالية والقضايا المعنوية والقضايا الكبرى. الإنسان المسلم وهو يحمل هذه القضية، طبعا نتحدث عن المهاجر حينما كان يهاجر بهذه القضية، إنما كان يهاجر لأجل الله عز وجل، ويهاجر هذه الهجرة التي كانت لله تبارك وتعالى، كانت في نفس الوقت كانت هجرة بالله، اعتمادا على الله. وهذا كله يحيلنا على مبدأ التوحيد، ويبين لنا كيف كانت هذه الهجرة، هذا الحدث الكريم يعكس حالة التوحيد التي ينبغي أن يعيش بها وعليها ولها المسلم. فالمسلم يعيش لله
وينبغي أن يعيش لله ويعيش بالله، وينبغي أن يعيش بالله. ويعيش بالله شاء أم أبى، شعر أم لم يشعر، ولكن ينبغي أن يشعر نفسه بأن حياته ووجوده وحركته وسكونه كل ذلك إنما يكون بالله. وهذا شيء آخر ينبغي أن ينتقل إلى حالة الشعور، إلى حالة الوعي، وهذا في غاية الأهمية. نختم بقضية أخرى، وهي أن الهجرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام توقفت بعد فتح مكة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. الجهاد هو حمل الرسالة، حمل الرسالة لتحقيق مبادئ الإسلام الكبرى التي يهنأ بها الناس ويرتاح بها الناس ويسعد بها الناس، من كمبدأ العدالة ومبدأ الرحمة ومبدأ السلم ومبدأ الأمن، وهي مرتكزات في رسالة الإسلام. هذه حركية الجهاد وحمل رسالة الجهاد وحمل هذه المبادئ للعالمين حتى يعيش الناس بها، ولا يمكن أن يعيش الناس بها قبل أن يعيش بها حاملوها، الذين يعتقدونها والذين يتبنونها. ولذلك كان أولى الناس بحمل هذه الأمانة هم المسلمون أولا، ثم مع هذا الجهاد نية تشتغل في أغوار هذه النفس بالإصلاح وبالبناء وبالتزكية، حتى لا يدخل هذه النية شيء من الخلل فيفسد ما ينتج عنها من الأعمال والأفعال والسلوك والتصرفات والأخلاق. فمبدأ الأمر أساسا هو النية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذه هي مجمل أو أهم الدروس المستخلصة من هذا الحادث العظيم، وإلا فالدروس كثيرة والعظات بليغة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعظ بها ويستفيد منها، آمين، والحمد لله رب العالمين.